كبة مشوية مسقسقة ومنغنغة ومن غير ماكينة كبة وعياراتها بالملي حتزبط معكم من أول مرة. أول شي حضرت الحشوة: زيت، بصل مفروم، كيلو من اللحمة المفرومة، ملح، فلفل أسود، بهار، وقلبتهم لحتى استوت. بعد ما استوت تركتها تبرد تماما، وهذه خطوة كتير مهمة. على البارد ضفت ربع كيلو من شحمة الخروف. كل كيلو لحمة مفرومة بياخد ربع كيلو من شحمة الخروف، صنوبر، جوز، ودبس الرمان، وقلبتهم كتير منيح، وهيك الحشوة جاهزة. وهلأ عجينة الكبة: هذا كيلو من البرغل الناعم منقوع ب2 كوب من المي. شفته ناشف شوي، ضفت عليه بالتدريج كوب من المي، أرش وأقلب لحتى تفتحت عندي حبة البرغل مثل ما عم تشوفوا. بصل، بهارات، كل شي بالتفصيل رح تلاقوه مكتوب تحت الفيديو. كل كيلو برغل بياخد نص كيلو هبرة عجل. قلبتها كتير منيح، وفيكم تكملوا عجن بإيدكم عادي، بس لازم نعجنها لدقايق. أنا رح أكمل عجن بالعجانة العادية، وهذه الميزة بهذه الطريقة إنه فينا نعجنها بإيدنا أو بالعجانة من غير ماكينة كبة. هون أنا شفتها ناشفة شوي، ضفت عليها بهالشكل مي رش بس وهي عم تعجن لحتى صار قوام العجينة مثل العجينة العادية، عم تتشكل بإيدنا وتنعجن عادي. وهون كانت عندي جاهزة، شكلتها كرات مثل ما عم تشوفوا بهالشكل. وعلى النايلون رتبنا الكرات بهالطريقة، وفوقها كمان نايلون، وبالصحن ضغطة بسيطة لحتى تفرد معنا بهالطريقة عادي. عملت كذا وحدة، وهلأ رح أبدأ أحشي بالكبة. أخذت قطعة بهالشكل وحشيتها، وفوقها كمان قطعة مثلها، وبنقفلها عادي. أنا بحب حبة الكبة مثل أيام زمان، كبيرة ومو متزوقة كتير. وهيك الكبة عنا جاهزة للشوي. وطبعا لازم نشويها على الفحم، بنقلبها من الجهتين لحتى تشوفوها تحمرت دقايق بس وبتكون جاهزة. الكبة المشوية بتحب الرمان ودبس الرمان، وكتروا دبس رمان ولا تسألوا، عن جد بتشهي. شوفولي على هالمنظر، شوفوا السقسقة، لازم تجربوها وتقولولي رأيكم. وصحتين.